السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الحلقة ديال اليوم بطبيعة الحال غندويو على المقابلة اللي جمعت بين الوداد البيضاوي وأولمبيك أسفي في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. مباراة كيف ما تابعنا جميع عرفات خسارة للوداد البيضاوي، وكذلك إقصاء من دور الربع، وبكل تأكيد عبور أولمبيك أسفي إلى الدور نصف النهائي اللي غيواجه فيه اتحاد العاصمة من الجزائر. إلا جينا نلخصوا هاد 90 دقيقة اللي تلعبات بين جوج ديال الممثلين كرة القدم الوطنية، الوداد البيضاوي وأولمبيك أسفي، تقدر نلخصوها في جوج جمل فقط. غنلخصوها في جوج جمل: الوداد البيضاوي ما احترمش القواعد والقوانين ديال كرة القدم. علاش؟ أولا أنت ما احترمتيش الخصم ديالك، ما احترمتيش في الملعب، يعني ما احترمتيش فالنتيجة. شنو الحصيلة؟ بأن جميع العوامل كتلعب ضدك. القرارات التحكيمية، يعني هنا ما كنقولش بأن القرارات كانت ظالمة، بالعكس القرارات كانت سليمة وصحيحة. الوقت، الظروف وحتى الحظ ما كانش كيلعب معك، لأن بكل بساطة ما احترمتيش أولمبيك أسفي. من بعد ما درتي نتيجة إيجابية 1-1 مع أولمبيك أسفي في المباراة ديال الذهاب، بزاف ديال لا الجماهير لا اللاعبين، وهادشي تسرب بكل تأكيد للمدرب، واعتبرها غادي تكون مباراة شكلية، خصوصا بأنه ما كيمرش من أحسن الظروف. بطبيعة الحال النتيجة بأن الوداد البيضاوي خذلوها اللاعبين قبل من المدرب. إلا كان المدرب، يعني قلتها في أكثر من مناسبة، ضعيف في قراءة الخصوم، ضعيف في التغييرات، ضعيف في القراءة التكتيكية، فراه هذه المباراة كتحتاج إلى لاعبين. فراك ما يمكنش أنك كلاعب ما ديرش ردة الفعل، حتى ولو كان المدرب ما كيفهم والو في كرة القدم. كان آمن بواحد النقطة، بأن اللاعبين عندهم دور في النتائج السلبية، حتى ولو كان المدرب ضعيف. فالنتيجة شنو هي؟ إقصاء صعب، إقصاء قاسي للوداد البيضاوي. وبطبيعة الحال ما بقي من المباراة فراه غيكون أو لا غيدوز من أزمة. أولا غدوي على لاعبين خذلوا الوداد البيضاوي في هذه المقابلة. بن عبيد وداك التدخل المتهور اللي صراحة ما فهمتوش، بصراحة ما فهمش داك التدخل المتهور اللي دار. زياش خذل، ما يعني نقولها بكل صراحة، خذل الوداد البيضاوي في ديك اللقطة الحاسمة. انت لاعب كنت كتلعب في اعلى المستويات، عارف بقيمة اي لقطة ولا اي كرة تضيع عليك، فراك ديك اللقطة غير مقبولة منك انت بالتحديد اللي لعبتي في اعلى المستويات، وعارف بان الكرة ما يمكنش لك تقطع، يعني ما يمكنش تقطع في ديك يعني في ديك البلاصة، ما دير فوت تشتتها، ما ممنوع تقطع عليك الكرة في ديك، يعني في ديك البلاصة. وكاين واحد السؤال ثاني، هو زياش شنو كيدير في ديك البلاصة اصلا، وفينا هو الظهير الايمن؟ هنا غندوز للمدرب. المدرب يعني بن هاشم اثبت، يعني البلافون ديال الاثبات بانه ضعيف. نتمنى ان الوداد البيضاوي من بعد ما ترجع للمغرب تقريبا في الصيف، يعني اللي داز، يعني تصيفط هذا المدرب وتجيب مدرب عنده خبره وقادر انه يقود الكتيبه. علاش؟ لان الوداد البيضاوي ما كانش عندها ازمه ديال ماده، بالعكس بعد المشاركه المثمره من الناحيه الماديه في كاس العالم للانديه، ولا عندها واحد السيوله تقدر تجيب اي مدرب باي مبلغ. والامر ما كيحتاج، تقدر تجيب مثلا لاعبين او لا مدربين عندهم تجربه، والامثله كثيره، لا في البطوله ولا كذلك في الكؤوس الافريقيه. هنا ما غاديش ننسى، او لا هنا غادي ندوز الرئيس يتمنى صراحه في اكثر من مناسبه كيتثبت ليا بانه ما عندوش علاقه بالتسيير ديال كره القدم. صحيح يقدر يكون ناجح في التسيير الاقتصادي، يقدر يكون ناجح في تسيير هكا الامور اللي مرتبطه بالاداره، ولكن تربطها بالجانب او لا بكره القدم، فراه اثبت في اكثر من مناسبه بانه ضعيف. رئيس ديال الشو،
رئيس يقدر يجيب لك صفقه هكا عالميه غير باش دير واحد النوع من الضجه، واحد النوع من الشو. خصو يفهم هذا الرئيس باننا في الدوري المغربي والبطولات الافريقيه كتحتاج واحد النوعيه من اللاعبين، كتحتاج لاعبين عطاشه. امرابط زياش مازال ما واجدش، او لا الا بغيتي تلعب زياش فراه خاصك على الاقل واحد اللاعب يدير عليه التغطيه، او لا واحد اللاعب يكون محرات في التيران. واش عندك هاد لي بروفيل ولا المدرب كيدير هاد النوع من التوازن؟ لا. داكشي علاش الصفقات ديال هاد الرئيس يتمنى صفقات ضعيفه. ما فهمتش كيفاش انه صيفط لوش وعزيزكي وما عرفت صراحه والزمراوي، وجاب غير تقريبا اللي عاقل عليهم 7 ديال الصفقات. الا جينا نحسبوا زياش، فاكا، داك اللاعب الفنزويلي واحد اللاعب جناح كذلك، جاب بايار، جاب مصدق، جاب يعني كاين 7 تقريبا ديال الصفقات، وزيد عليها صيفطي 2 من اهم اللاعبين اللي كيديروا ليك الفرق، لورش، عزيزكي، وحتى الزمراوي ما كانش خايب. الزمراوي يعني الا كان دابا فراه غيكون احسن من بزاف ديال اللاعبين، ما بغيتش نعطي الامثله. كذلك باش نربط الرئيس مع المدرب، كتحس بان الرئيس كيفكر في الشرق والمدرب كيطبق في الغرب. مثلا باكاسو كان من اللاعبين اللي كان على الاقل كيعطيك واحد النوع من التوازن بعد ما جاب هذا الكم ديال اللاعبين اللي غير كتحس بهم غير سميات، جلسوا ماتش بعد ماتش شنو وقع؟ تراجع المستوى ديالو. بحال بزاف ديال الامثله. ما عرفتش صراحه، ما فهمت والو. اللي يفهم يعني يفهمنا في هذا التسيير ديال هذا الرئيس. بكل تاكيد كنظن بان الوداد البيضاوي من بعد هذه الكبوه غتصيفط المدرب وغتجيب مدرب، ولكن مع هذا الرئيس ما صراحه ما كنستبشرش خير، وما عرفتش صراحه شنو غادي يجيب بين من استراتيجيه اللي غيدير بانه كيعتمد غير على الاسماء وما كيهموش ذاك المشروع الرياضي والنتائج الرياضيه. فإذا كنت غنوجه لي واحد الرساله، فراه الدوري المغربي والبطولات الافريقيه كتبغي لاعبين عطاشه، ما كتبغيش الاسماء، ما كتبغيش الشو. يعني وابسط مثال الى غير رجعنا للتاريخ ديال الوداد نفسه، فالمدرب صراحه عموته، حسين عموته، جاب دوري الابطال بلاعبين مغاربه تقريبا 90% اللاعبين ديال اللي جاب بهم تقريبا مغاربه، ولاعبين عندهم متعطشين للانجاز، متعطشين للالقاب، متعطشين يعني باش يبينوا الصوره ديالهم. هادشي اللي عندي في حلقه اليوم. شكرا والى لقاء قريب ان شاء الله.